بصي بقى، لو ما جربتيش الكفتة بالطريقة دي فانتي فايتك كتير قوي. الكفتة بقى تعالي كوريها ودحرجيها في كده في شوية زبدة، واعملي لها صوص، وايه مش اي صوص، اعملي لها كده بينك صوص حلو رهيب مع شوية رز بالخلطة. حاجة كده مش قادرة اوصف جمالها. حاجة كده هتدوبي فيها. بس في الاول ما تنسيش اللايك وسبسكرايب للقناة. ما نورتنيش. ما تنسيش تفعلي الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك لايكات بقى. ها لايك. يلا بينا. لو ده معايا هنا بصل. البصل ده انا هبشره. عايزه تضربيه في تعمليه في الكبه مفيش مشكله. انا بصراحه بكسل ان انا اطلع الكبه بتاعتي كبيره، فبكسل ان انا اطلعها عشان بصلتين. فبالمبشر كده هبشرهم. بعد كده بعد ما بشرنا البصلتين، عندي هنا اللحمه المفرومه. اللحمه المفرومه دي كانت في الفريزر، كانت لسه مجمده وفيها حته فكت. اعمل معاها. هاخد بقى البصل ده في المصفى كل الميه بتاعته. شيلي البصل ده على قد ما تقدري من الميه بتاعته. والميه بتاعت البصل دي خلي هنرميها. يعني احنا هناخد التفل هنحطه على اللحمه المفرومه، تفل البصل هنحطه على اللحمه المفرومه اللي عندي، والميه ديها. ومش هصبع بيها، انا مش هعمل كفته صوابع. هقول لك ايه دلوقتي. نخلص الكفته كده زي ما الكفته ايه لحد ما نخلص البصل كله كده وصيص من الميه بتاعته. الميه دي لو دخلت في الكفته بتاعتك هتفك. احنا مش عايزين الكفته يبقى فيها اي سوائل خالص، فلازم تصفي البصل كويس قوي. خلاص هنا خلصنا ميه البصل على جنب. وهاتي بقى ما ده كده. تعالي بقى اللحمه بتاعتنا بالملح طبعا، وهحط ملح، فلفل اسود، 7 بهارات لحمه، وبس كده. مش هحط حاجه اكتر من كده. تاني ملح، فلفل اسود، 7 بهارات لحمه، وبس كده. وكده البهارات بتاعتي تمام وزي الفل. امسكي بقى اللحمه دي، افضلي اعجني فيها كويس قوي لحد ما الانسجه كده تفتل معاكي، وتحسي ان اللحمه تحت ايدك كده بقت عامله شبه العجينه. اديها وقتها كده فيها كده. انا ما بحبش الكبه بصراحه. انا بفضل على ايديا. بصي اللحمه هي فتلت كده، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. كده حلو بالبهارات. هاخد بقى اللحمه دي بعد ما ادعكت حلو قوي، ولا هريح اي حاجه في ساعتها. بصي بتتكور بكل سهوله ومش بتلزق في ايدك، ولا محتاجه بقى ان انت تدهني ايدك زيت، ولا نجيب ميه البصل، ولا. امشي كده على الخطوات زي ما انا عاملاها كده، هتلاقي مفيش ابسط ولا اسرع منها. شيك قوي حتى لو عندك عزومه وعملتيه رهيب. وهنعمل معاه شويه رز، انما ايه عظمه. هخلص بقى الكفته بتاعتي كلها كده بكورها زي ما انت شايفه، ولحد ما اخلص كميه الكفته اللي معايا. وزي ما قلت لك الكفته دي احنا لا ريحناها ولا عملنا فيها اي حاجه، عجناها واشتغلنا فيها على طول. بعد ما خلصت الكفته اللي معايا هنا، جايبه شويه دقيق صغيرين. هاخد الكفته بقى دي كده وهدحرجها في الدقيق. مش عايزه تشيل دقيق كتير، انا مجرد بس بصي عشان ايه احنا ما ريحناهاش في التلاجة كده، وعايزاها تاخد لون حلو من بره. فيدوبك هدحرجها كده في الدقيق، وهفضل كل شويه اخد الكرة انا بين صوابع دقيق زيادة يخرج منها. مش عايزة تشيل دقيق، انا مجرد بس تاخد تنسيمة كده من الدقيق. بقى هاتي بتاعك وفي حتة زبدة. بتقدري تستخدمي السمنة، بس انا بصراحة بحب صوص الزبدة، بيبقى حاجة كده رهيبة. مولعة طبعا النار على الوك، حطيت حتة زبدة حلوة كده، وهنزل عليها كمان بشوية بتاعتي الزبدة تسيح وتبدأ معايا. انا عايزة ادي الكفتة بتاعتي صدمة، الزبدة تبقى سايحة وسخنة والطاسة سخنة. هنزل بقى زي ما انت شايفة كده الزبدة والزيت اللي انا حطيتهم. ولو في اي دقيق ولا حاجة تنطريه. انا عايزة اقل دقيق يبقى موجود عندي على الكفتة زي ما انت شايفة كده. بعد كده هفضل اهز كده في الكفتة بتاعتي، عايزاها تاخد تحميرة حلوة قوي من كل. عايزة كل الجهات بتاعتها تحمر وتاخد لون الزبدة الحلو، وتبقى تديني اللون الذهبي الجميل ده. النار عندي هنا عالية، وبعد كده هبدأ اهدي عليها الوسط. يعني الاول عالية، اول ما بنزل الكفتة النار عندي بتبقى عالية، وبعد كده بخليها نار وسط. هفضل بقى اقلب في الكفتة بتاعتي دي يمين وشمال. او لو انتي بتعرفي تروجي الفوق كده وبتعرفي تظبطي الكفتة بتاعتك اشتغلي كده. انا بالنسبة لي بجيبها كده بالمعلقة عشان اتأكد ان هي واخده من جميع الجهات اللون الحلو. لو وصلتي للمقطع ده ولسه ما دوستيش على اللايك، فما تنسيش بقى اللايك. ما تنسيش على السبسكرايب، ما تنسيش السبسكرايب هنا خلاص بقى بصي لون حلو من تحت اهو. بصي اللون
ندي بقى نفس اللون التانية. هنا الكفتة عندي كانت خلاص اخدت لون تحفة. بصي بقى الجمال، والله العظيم وهي في الزبدة مش قادرة اوصفلك على جمالها وريحتها تحفة قد ايه. وانتي بقى بتحمريها في الزبدة هتشمي ريحة. هنطلعها بقى في طبق، والوك عندي مش ولا هعمل فيه اي حاجة، انا هكمل بقية الوصفة مع الزبدة بتاعة الكفتة اللي نزلت فيها دي. هتفتي النهاردة. بصوا الكفتة لونها ولا فكت من بعض ولا شققت ولا حصل فيها اي حاجة، زي ما حطيناها زي ما طلعناها. في نفس الوك اللي احنا اشتغلنا فيها هنزل بشويه تاني من الزيت، اكتر كده الادام اللي عندي شويه. وبعد كده عندي توم مهروس حوالي مثلا نص معلقه كبيره كده من التوم المهروس، هشوحها بقى في الصوص بتاع الكفته وكل الحاجات الحلوه اللي نزلت في الزبده دي. هنشوح فيها التوم لحد ما التوم ياخد لون حلو وريحته تطلع كده وتفحفح معاكي. بعد كده انا كنت محضره طماطم ضربها في الخلاط، هجيبها بقى كده وانزل بيها على التوم على طول اهو. الطشه دي بقى ريحه التوم بتلعلع اكتر. حطيت بقى هنا كده الطماطم. تعالوا بقى نظبط البهارات بتاعتنا. البهارات بتاعتنا هنحط ملح، فلفل، رشه سكر، السبع بهارات وبهارات لحمه. بس نفس البهارات اللي احنا بهرنا بيها الكفته هي اللي هننزل بيها في الصلصه، عشان يبقى كل واخد نفس التتبيله ونفس البهارات. ملح، فلفل اسود، رشه سكر عشان الصلصه والحموضه. الحموضه وسبع بهارات وبهارات لحمه. بس كده. وادي ميه البصل اللي انا قلتلك سيبيها، انزلي عليها بقى كده ايه على الصلصه عشان ناخد من طعم البصل بتاعنا. سيبي بقى الصلصه بتاعتنا دي لحد ما تبقبق كده وتتقل معايا. بصوا بقى هنا الصلصه بقت عامله ازاي، بدات تبقبق، واخده نص تسبيكه، ما تسبكتش قوي، واخده نص تسبيكه معايا. هنا بقى كوبايه كده حلوه محترمه من اللبن البارد، نزلت عليها بمعلقه كبيره من الدقيق. وده الكريمه الاقتصاديه اللي احنا على طول بنعملها مع بعض. كوبايه لبن عليها معلقه كبيره هرميه من الدقيق. حاولت اقلب الدقيق كده على قد ما اقدر عشان يختفي معايا، وهنزل بقى على الصلصه بتاعتي كده زي ما انتي شايفه. كريمة اقتصادية. عندك كريمة يا جماعة من اللي هي بتاعت الأكل بتاعت الطبخ استخدميها، ما عندكيش استخدمي الكريمة دي تحفة وزي الفل وبتدينا نتيجة روعة، مفيش أحلى من كده. هنا بقى وانتي بتقلبي لو لقيتي كتل دي كده ما دابتش، بتقربيها كده بتقلبيها كده زي ما انا بعمل كده، بفكك كل الكتل اللي موجودة عندي لحد ما اتاكد ان خلاص الصوص بتاعي ما فيهوش اي كتل من الدقيق، وهي هتدوب على طول. مجرد كده هتديها كام تقليبه اي كتل دي هتدوب. هنظبط بقى الملح، يعني لو احتاجت ملح تاني او حاجه هتظبط لها ملحها. وهتسيبي الصوص ده بقى لحد ما يغلي كده وكله ايه يتشمع مع بعضه. تعالوا بقى نعمل شويه رز بالخلطه، هيفوتكوا كتير قوي لو ما جربتوش الرز ده. هنولع النار وهنجيب الحله اللي هنعمل فيها الرز، هنحط شويه من الزيت، وبعد كده هننزل بقى بمعلقه ونص كبيره من السكر. معلقه ونص كبيره من السكر، اي نوع سكر عندك، حتى لو سكر التموين المحبحب الخشن قوي ده استخدميه. هننزل معلقه ونص كبيره من السكر كده. وهنا بقى انا مش بعمل كراميل يا جماعه، انا يعني عادي بعمل شبه الكراميل، فلو حطيت ايديا فيه وفضلت اقلب فيه بالنسبه لي مش مشكله، مش هيحصل اي حاجه. بصوا بقى هنا الكفته، تعالوا نسيب الرز ده كده على جنب شويه، وتعالوا بقى ايه ننزل في الصوص الرهيب ده. بصوا الجمال. نزلي بقى الكفته بتاعتك كده في الصوص، واديها تقليبه بقى وسيبيها على نار هاديه كده تتشرب من الصوص ده كده، وتاخد وتدي مع بعضها كده على النار، وتبقى حاجه كده ايه لذيذه اللذيذه. ههدي النار واسيبها بقى عشان الكفته بتاعتي تتشرب الصوص ده. وتعالوا نرجع للرز تاني. بقى اقلب السكر ده لحد ما يدوب معايا، ولو مستخدمه سكر مستخدماه هدي النار وفضلي قلبي فيه، هتلاقيه داب وياخد اللون البني، بس مش بني محروق، خلي بالك عشان ما يتحرقش منك. وباول ما ينزل يوصل للون اللي انت شفتيه ده، هنزل عليه بميه سخنه. وخلي بالك هدي النار خالص وانت بتحطي الميه، وانزلي بالميه وبعيدي وشك وبعيدي ايدك عشان بيحصل طرطشه لطيفه. عشان الميه نزلنا عليها سخنه معايا او السكر معايا ولا اي حاجه، هو هو خلاص فاكك، اخدت من لون السكر اللي احنا عاملينه كده. ايه هظبط
بقى البهارات بتاعتي، هنحط بهارات إيه تاني، هاحط بهارات لحمة، هاحط 7 بهارات ونُص معلقة أو أقل من نُص معلقة صغيرة من القرفة، بس كده. وطبعًا الأساسي اوعي تنسيه، يبقى سكر معلقة ونُص كبيرة من السكر، نزلنا بالمَيّة بعد كده هننزل بقرفة وبهارات لحمة و7 بهارات والملح، قلّبي كل ده مع بعضه. هنجيب بقى الرز المغسول اللي متصفّي وننزل عليه في المَيّة دي كده، وأدّي له تقلبتين واسيبه بقى كده على لحد ما الرز يغلي ويشرب المَيّة بتاعته دي. أقول لِك بقى هنعمل إيه تاني، مش هنسيب بقى رز بخلطة هنسيبه كده، لأ مش هنسيبه كده، سيبيه بقى كده على نار عالية لحد ما يشرب مَيّته. وتعالي بقى نشوف اللي بعد كده هنعمل إيه. هنا بقى بُصّي، الكفتة كانت بُصّي شربت من الصوص، اتغلّفت بالصوص وشربت منه، والصوص عندي بقى تقل وبقى رهيب. كده خلاص الكفتة عندي 10 على 10 وخلصت وجاهزة وتحفة. أنا عاملة صوص كتير يا جماعة عشان إحنا بنحب أوي الصوص ده. بُصّي بقى الرز هنا شرب المَيّة بتاعته خلاص ما فيهوش مَيّة، هاجيب إيه، هاجيب شوية بقى من الزبيب. عندِك صنوبر، أنا كان عندي صنوبر يا جماعة بس أنا نسيت، ما علينا. أو سوداني، لوز، أي حاجة. أنا بصراحة الزبيب، أنا باعشق الرز اللي بالزبيب. هاحطه كده على وش الرز، شرب مَيّته، هاحط على وش الرز وهاغطي عليه وهاهدّي النار وهاسيبه. ما باحبش أحط الزبيب مَيّة سخنة وكده، لأ باحب أحطه في الرز على بخار الرز كده، عشان الزبيب ينزّل تسكيرته وطعمه كلّه الحلو ده في المَيّة. معلش هنا الكاميرا كانت بتبخّر بسبب الدخان. بُصّوا الرز بقى جميل إزاي. خلاص هنا ادّيت له تقليبة كده عشان خلاص الرز ناقص له حاجة بسيطة، فادّيت له عشان الزبيب يدخل جوّه قلب الرز كده وياخدوا يدّوا مع بعض. أغطي عليهم واسيبهم دقايق وخلاص، وهاطفي عليها لإن الرز شبه استوى. وبقى نغرف أكلنا تعالوا بقى نجيب الكفتة الرهيبة الحلوة بالpink sauce دي. بُصّوا الجمال. هو المنظر بيتكلم لوحده، مش محتاجة إن أنا أوصف لكم يعني، هو الكفتة بيتكلم. تعالوا بقى هنا بعد الكفتة خلاص، تعالوا بقى نجيب سيرفيس كبير ونشوف الرز بقى اللي إحنا ده. لو بتجربي الرز ده هتحبيه أوي بجد، بيتاكل حاف. أي حاجة كده بتاكليه بالمعلقة كده، مش محتاجة أي حاجة جنبه. رز مفلفل معايا، والزبيب بقى زي ما قُلت لِك باحب أوي إن أنا أعمله بالطريقة دي، عشان خاطر ينزل تسكيرته وكل حاجة فيه تنزل في الرز ويبقى كلّه واخد من بعضه. بُصّي لون الرز عامل إزاي، والرز مفلفل مش معجن ولا أي حاجة، واللون واخد الرز واخد اللون ده طبعًا من كرملة السكر اللي إحنا عملناها له. بس كده خلاص خلصنا وصفة النهاردة كده خلصت. اتمنى ان الوصفة تكون سهلة وبسيطة وعجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسونيش باللايك، وهستنى كومنت بقى برأيكم على الوصفة.